تجهز هذه الملاعب، وقتاش راح يهيئوها، وقتاش راح يوفروا فيها كل الامور. انه قطر راح تضغط هي والفيفا على الكاف، او الكاف بيعيش ايام مش حلوه، ايام تنظيميه سيئه للغايه. ملعب غير جاهز لاحتضان كاس افريقيا، ملعب بهذا الشيء. السلام عليكم او مرحبا بكم. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على فضيحه كاس افريقيا 2025 وتاجيل هذا الكاس بسبب سوء التنظيم وعدم جاهزيه الملاعب في المروك، اللي هي ملاعب كارثيه باتم معنى الكلمه. وراح نتكلموا على كاس العرب في قطر 2025 ومشاكل مع الفيفا والكاف وفي التنظيم. اول شيء نبداو به كما راكم تشاهدوا معنا، الصحافه الافريقيه تتكلم بشكل رسمي على الملاعب تاع المروك كما راكم تشاهدوا معنا، على انه المروك غير جاهزه من اجل استضافه كاس افريقيا 2025 وملاعبهم كارثيه وسيئه جدا، ولن تكون جاهزه هذا الملاعب للعرس الكروي الافريقي. هنا نتساءلوا علاش الكاف تمد التنظيم لهذا البلد اللي هو اصلا ما هوش قادر ينظم كاس افريقيا، اللي هو اصلا ما عندوش ملاعب جاهزه. مد كاس افريقيا لبلد عنده ملاعب جاهزه، ولكن انتم مدينها لبلد ما عندوش حتى ملاعب. هذه فضيحه الكاف اللي تكلم عليها كذلك شوبير المصري. اسمع معنا كلامه مهم جدا صراحة بخصوص الكاف، بخصوص موتسيبي، بخصوص الطواطا، بخصوص الكواليس ولقجع اللوبي الصهيوني اللي راهو يتحكم في زمام الأمور والأعضاء تاع الكاف اللي هما حاطينهم ويديروا في هذه الأعمال صراحة السيئة والرديئة جدا، بالأخص التنظيم تاع مواعيد الكاف والكرة الإفريقية تعاني معاهم حاليا. اسمع معنا كلام اللي قال. الكاف متلخبط. موتسيبي واضح انه راجل ملياردير وكل حاجه ولذيذ، لكنه واضح ان القصه مش بتاعته شويه. حتى التخريجه بتاعت الانتخابات نفسها، ان انت جبت له 5 نواب، ايش من اليمين وايش من الشمال وايش من فوق وايش من تحته، وتدخل انفنتينو زياده عن اللازم، شغلانه كده مش حلوه، مش لطيفه يعني. فالاتحاد الافريقي او الكاف بيعيش ايام مش حلوه، ايام تنظيميه سيئه للغايه. كما سمعتوا معنا كلامه، التنظيم سيء جدا ورديء لهذا المواعيد تاع الكاف اللي راهي تديرها. وانا تبين لك انه الكاف تعطي التنظيم بالرشاوي بالمحاباه لا اكثر ولا اقل، لانه المروك عندهم تقريبا اكثر من 50 سنه لم يتوجوا بكاس افريقيا، يعني حابين انهم يتوجوا بكاس افريقيا، فاضطروا انه للرشاوي بالسيناريو اللي راهو دايروا اللوبي الصهيوني فوزي لقجع بالعاني باش ينظموا هذا الكاس باش يتوجوا بها زعما في بلدهم. وانا نزيد نبلغكم انه كاس افريقيا راح تتاجل، وراح تزيدوا تبقاو تستناو 50 سنه واحده اخرى وما راحش تتوجوا بكاس افريقيا على كل حال. المهم كما راكم تشاهدوا معنا كذلك الصحافه العربيه تكلمت كذلك على عدم الجاهزيه تاع الملاعب تاع المروك. كي تشوف معنا ملعب كيما هذا درك بيناتنا ملعب ينظموا فيه كاس افريقيا، هذا ملعب ينظموا فيه كاس افريقيا، ملعب غير جاهز لاحتضان كاس افريقيا، ملعب بهذا الشكل وبهذا التصميم السيء والرديء باش يستضيف كاس افريقيا. اول شيء كيفاش وافقوا على مهندس انه باش يبني ملعب بهذا الشكل؟ منطقه قاحله باتم معنى الكلمه. تشوف هذه المنطقه يحكمك اكتئاب صديقي. يعني وقتاش راح تجهز هذه الملاعب، وقتاش راح يهيئوها، وقتاش راح يوفروا فيها كل الامور باش تنظم فيها عرس كروي افريقي من غير الملاعب اللي ما هي جاهزه؟ اقرا معنا هنا يا صديقي كما راكم تشاهدوا معنا هذا المقال في جريده العربي وفي الموقع الرسمي تاع العربي، انه المروك راحوا للبنك الافريقي تاع التنميه وتسلفوا منهم اموال طائله من اجل باش يحضروا ويبنيوا الملاعب وكذا، لانهم غارقين في الديون لهنا، الاموال غير موجوده، مشاكل كبيره، بنيه تحتيه سيئه ورديئه، كل شيء عندهم قديم، كل شيء عندهم سيء جدا. وراح تزيدوا تسمعوا معنا ايضا صحفيه وهي تتكلم على هذه الامور باش تعرفوا واش راه صار. شيلوا فلوسكم من المنزل واودعوهم في البنك، دعوة وجهتها الحكومة المغربية للمواطنين وهددت بفرض ضرائب على من يكتنز كميات ضخمة من الأموال في بيته بعيدا عن القطاع المصرفي. الحكومة منحت المواطنين فرصة للتصريح عن مدخراتهم المكتنزة في بيوتهم ودفع ضريبة عليها بنسبة 5% من إجمالي المبلغ المدخر، أو الاستعداد لضرائب تتراوح ما بين 30 و 37% على هذه الأموال. القطاع المصرفي المغربي يواجه أزمة. كما سمعتوا معنا كلامها وكما راكم تشاهدوا معنا في هذا المقال أيضا، أمور راهي كارثية بأتم معنى الكلمة. اش راهم دايرين؟ الدولة تاعهم راهي تطلب المواطنين باش يدخلوا الأموال في البنوك، باش هما هذيك الأموال من بعد باش يستثمروا فيها، باش يحضروا بها كاس افريقيا ويحضروا بها الامور وباش يسلكوا بها الديون. يعني انت كمواطن تحط دراهمك في البنكه باش الدوله تخدم بها باش تستغلها. صراحه راهم في مشكل
اللهنا يا صديقي. ومن بعد يجي يحلوا فمهم ويقارنوا روحهم بمن هم اكبر منهم. وايضا ما ننسوش كاس العرب وقطر اللي راهي تضغط على الفيفا. كاس العرب وقتاش يبدا؟ كاس العرب يبدا 1 ديسمبر ويخلص 18 ديسمبر. 3 ايام بعد نهايه كاس العرب يبدا كاس افريقيا. يعني هذا امر غير منطقي، امر سيء جدا للتنظيم. كما راكم تشاهدوا معنا انه قطر راهي تضغط هي والفيفا على الكاف من اجل تاجيل كاس افريقيا ويزيدوا يبعدوا لمده 6 اشهر اخرين. اول شيء لانه الملاعب تاع المروك لن تكون جاهزه وامور راهي كارثيه في التحضير. ثانيا انه الموعد لا يناسب كاس العرب في هذه الفتره، لانه كاس العرب راح تحرموا من منتخبات جيده، راح تحرموا من التوهج تاع كاس العرب. كاس العرب كقيمه ماليه اكبر، اكيد اكبر من كاس افريقيا بكثير. الجوائز تاعو التنظيم كاس العرب اكيد يكون افضل واحسن بكثير، بالاخص انه في قطر، من كاس افريقيا اللي راح يكون في المروك اللي راح تشوف فيه امور رديئه وسيئه جدا. انا واحد من الناس كنت نشوفها ليا شارك في كاس العرب وما شاركش في كاس افريقيا، لانه كي تشوف الامور الكارثيه والتنظيميه والحكام والكولسه والمشاكل كلها اللي بعيده كل البعد عن كره القدم، كاس العرب افضل واحسن بكثير صراحه. ايضا انه قطر الضغوطات اللي تديرها من حقها، لانه قطر راح تصرف اموال في الترويج في الامور التنظيميه في كل شيء باش المنتخبات تجي. وشكون هي المنتخبات اللي تنشط كاس العرب؟ كما شفنا عندك الجزائر بطله الدوره والنسخه الاخيره، عندك تونس الوصيف، عندك مصر، هادو هما اللي نشطوا لك الدوره. اذا ما يشاركوش هذا الثلاثي بالمنتخبات تاعهم اكيد انه دوره كاس العرب ما راح تكون ناجحه بتلك الصوره الكبيره. صراحه انا نشوف هما اللي نشطوا هاد الدوره، وانا نشوف التنظيم اللي راح يديروا الكاف حاليا كارثي بأتم معنى الكلمة، لأنه دائما كأس إفريقيا هذا هو حالها، تأجيل تأجيل تأجيل. وقبل هذا التأجيل كأس إفريقيا من قبل تأجل مرتين. على كل حال ما تنسوش تعطونا آراءكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم على كل المواضيع اللي تكلمنا عليها في هذا الفيديو. تحية لكم بزاف، وما ننساوش كالعادة تحية الجزائر وفقط.